السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. راجعلكم كده فيديو جميل جدا جدا، ان شاء الله هيعجبكم. وهتدوسولي لايك واشتراك في القناة كده، لان انا متأكدة ان شاء الله هيعجبكم. راجعلكم كده فيديو القرص الجميل الطري ده، هاش كده وطري كده وزي العسل. بسم الله ما شاء الله. عملنا من كيلو الا ربع دقيق، عملنا كمية قرص زي ما انتوا كده شايفين. عملنا بالعجوة وعملنا من غير العجوة، وعملناه بشكل كده جميل يغير الاولاد بدل ما تروحي تشتري من الفرنة. القرصة هتجيبيها ب6 جنيه وب7 جنيه وب10 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه. بسم الله ما شاء الله. بص الكمية قد ايه، زي ما انتوا كده شفتها مرصوصة على الصينية، كمية كبيرة وطري كده وهاش وزي العسل كده وقطنية كده وحاجة كده جميلة خالص، والحاجة كلها من البيت. بسم الله ما شاء الله. يعني كيلو إلا ربع من الدقيق هيعمل لك كمية كبيرة زي ما انت كده شايفة. بسم الله ما شاء الله. وممكن تشكلي منه أصابع فينو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والمكونات معنا قلنا كيلو الا ربع من الدقيق، ومعانا معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة خالص من الملح، ومعانا معلقة من الخميرة، ومعانا لبن رايب او لبن العادي، ولو مش موجود ده وده تعجينه بمية عادي جدا. ومعانا بطين عشان نعلي القيمة الغذائية فيه برضو. لو مش حابة ما يهمكيش، يعني اعجيني كده خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطينا 4 معالق من السكر. بسم الله ما شاء الله، عشان يتاكلوا كده حتى لو مش هتاكليه بلبن ولا بشاي ولا باي حاجه كده، يبقى حلوين كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انت كده شايفه. وحطينا البطين، يعني بسم الله ما شاء الله، لبن وبيض وسكر، حاجه كده جميله خالص زي ما انت كده شايفه. والقيمه الغذائيه عاليه فيه. وهنحط فيهم 4 معالق من الزيت حلوين كده زي ما انتم شايفين. انا هحط خلي نص معلقه كده ابقى الم بها العجينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك وكومنت كده حلو يفرحني، ربنا يفرح قلوبكم. هنحوش كده المعلقه زي ما انتوا كده شايفين، وهنعجن بايدينا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللبن ده بارد خالص يا بنات. اللبن ده ما يعني بره التلاجة، فبعجن بيه على طول. لبن كده، لبن رايب كده بره التلاجة، فبعجن بيه على طول. والمية برضو مية من الحنفية، مية فترة عشان الجو حر نار زي ما انتوا كده شايفين. فبتعجني بالمية من الحنفية على طول. هيختمر معاكي، ما تخافيش، وهيطلع معاكي العجين زي العسل. لان لو سخنت المية الخميرة محكي هتتسلق، والعجينة هتسيح منك من الحر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكرة دي معلومة حلوة، لو المية سخنة معاكي وعجنت العجينة بيها وسبتيها كده، هتلاقي العجينة ساحت معاكي من الحر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عشان كده بنعجن بمية من الحنفية. المية من الحنفية بتنزل مية فترة كده من الحنفية حلوة، فبنعجن بها على طول عشان العجين يبقى حلو كده ما يتسلقش مننا، ويبقى العيش مبقع او القرص مبقع. لا ده يتشاف زي ما انت كده شايفه كده، طالع على القرص حمرا وحلوه زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. على فكره العجينه اختمرت بسرعه كده، الجو حر واختمرت بسرعه، ما خدتش وقت واختمرت بسرعه زي ما انتوا كده شايفين. هنقطع كده الكرات كده، يعني هنعمل منها اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل قرص بالعجوه، وهنعمل اللي هي القرص الفطائر اللي هي كده زي المضفره، بس هي مش مضفره. هوريكم الطريقه بتاعتها سهله وجميله جدا جدا ما شاء الله عليها. تحفه والله، وزي العسل كده ما شاء الله عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنشكل كده العجينه كلها، وبعد كده هنعمل اول حاجه القرص اللي هي الفطائر دي اللي هوريها لكم الاول. قطعنا كده طب الكوره انت مقطعاه قد ايه؟ الكوره كده زي اليوسفندية الصغيره، عارفه اليوسفندية الصين اللي هي الصغيره دي، زيها كده. بصي يا بنات، انا لقيت كميه جلابيه كده هيلم الدقيق كله من على الطبليه، فلبست المحصم ده يعني، ما عشان بصراحه انا ما بتضايق كده لما الكم بيشيل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هفردها كده زي ما انتم كده شايفين، ودهنة سمنه خفيفه خالص كده. وهنعملها، انت ممكن انا عامله
4 طبقات 5 طبقات فوق بعض. ممكن تعمليهم 3، ممكن تعمليهم 5 زي ما انا عاملاهم كده، بيبقوا جمال جدا جدا ما شاء الله، بيبقوا مورقين كده زي العسل. بصي يا بنات، دهنه كده بسيطه خالص خالص من السمنه عشان يبقوا مورقين كده، والقرص تطلع معاكي كده او الفطائر تطلع معاكي هايشه خالص. مش هنعمل فطير مشلتت، لا يا بنات، هنعمل اللي انتوا شفتوه دلوقتي. هوريكم عملناها بطريقه سهله جدا جدا، واشكال كده جميله وتحفه تحفه. انا عملت حاجه صغننه كده خالص كده تحفه، العيل بياخدها بياكلها ما بيرميش منها حاجه، يعني الحجم بتاعها صغنن كده حلو، مش كبير قوي يعني، عامله الشرايط بتاعتها كده صغننه كده حلوه يعني. العيل على كد الواحد ما ياخدها ياكلها، مش العيل مثلا ياخد ويقطم ويرمي، لا، احنا نعمل على كد العيل كده. الطفل ما ياخد الواحده ياكلها، ولو عايز تاني ياخد واحده تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. هبص يا بنات، دهنه كده بسيطه كده زي ما انتم كنتوا شايفين. اعمل كام طبقه من دي؟ انا حطيت 5 طبقات، يعني انا اللي انا عملتهم دول 5 طبقات، يعني تحطي 5 طبقات 4 طبقات زي ما تحبي. انا عملتهم انا 5 طبقات كده. بصيها كده، واحده كد واحده التانيه كده، بعملها كده واسويها كده اهوتي. سهلين جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله عليهم. بصي يا بنات اهو، هنعمل كده طبقه فوق طبقه كده لحد ما عملت ال5 طبقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. وهوريكم هعملها ازاي تاني. اللهم بارك. طريقه حلوه وسهله وبترمي كميه كبيره وشكلها حلو كده، بتفرح الاولاد كده زي بتاع الافران يعني كده، حاجه تحفه تحفه ما شاء الله. والقرص اللي بالعجوه والله طريه وهشه كده وقطنيه جدا جدا جدا، يعني ما اقولكوش، مش قادره اوصف لكم الجمال اللي فيها والله. حاجه كده زي العسل، بسم الله ما شاء الله. كوبايه لبن، كوبايه قهوه، كوبايه شاي تاكليها بالليل كده، مش عايزه الجو حر كده، طبعا الواحد ما بياكلش طبيخ ولا الكلام ده كده، بتبقى حاجه خفيفه كده يعني وانتي قاعده كده، يعني العصريه ما شاء الله، حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. بدل ما نروح نشتري لنا ب20 30 جنيه كده، ما العيال يدوبت يشوفوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بصي يا بنات، بعد ما عملت ال5 طبقات كده، اجي مطبقه الطرف ده كده والطرف التاني كده زي ما انتوا كده شايفين. انا بعمل لكم واحده واحده زي ما انتوا كده شايفين معاكم، واحده واحده كده اهو كده، من غير ما احط اي سمنه ولا اي دهون تاني كده اهواتي اهو. بعد كده هجي جايبه الطرف التاني من هنا كده، هوريكم دلوقتي اهو الطرف التاني كده والطرف التاني كده من هنا، ايوه كده، وهحطها في كيس واحطها على رف التلاجة عقبال ما اعمل ايه الجزء التاني. بعد كده يا بنات بطلعها افردها كده زي ما انتوا كده شايفين، بسم الله ما شاء الله يعني كده. هبصوا انا هوريكم، انا طلعتها من التلاجة زي ما انتوا كده شايفين كده، وهفردها كده اهو اهو. انا هفردها كده اهوت كده زي ما انتوا شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله يعني كده. كان المشهد ما جاش الاول وانا بوريكم ان هي طلعتها من التلاجة. هفردها، بعد ما هفردها اقطعها كده بالسكينه كده زي ما انتوا شايفين كده، شرايط كده حلوه كده، قد صباع كده او صباع ونص كده، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا كده ايه شايفين اهو. اللهم بارك كده. بيرمي كمية يعني كيلو الا ربع من الدقيق، عمل لي كمية فطائر وقرص بعجوة يعني بسم الله ما شاء الله. انا لو هروح اشتريها ما هيكفينيش 200 جنيه ان انا اشتريها، لا والله ما هيكفي. بص يا بنات، واجيب لفه الشريط كده زي ما انتوا كده شايفين اهو كده اهواتي اهو كده، الفه كده كده، الفه كده 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 زي ما انتوا كده شايفين، وهي عامله كده اهواتي كده. بصوا يا بنات اهو كده اهو، بدخل دي كده ايوه كده اهو كده ايوه زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله. والطرف التاني كده، واحط الطرف ده من تحت كده والطرف كده من تحت. وطبعا دهن الصاج او الصينيه بالسمنه زي ما انتوا كده شايفين كده اهو، واجي رصه فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. حاجه والله العظيم تعمليها في البيت بايدك، تاكلي حاجه نظيفه وحاجه كتيره، والاولاد بتفرح. كيلو الدقيق ب17 او ب18 جنيه على حسب برضو المكان اللي بتشتري منه.
يعني ومش بياخد، والله ما بياخد في السوى يعني حاجه خالص. يعني تقولي مثلا طب ما انا اللي هفدر من هنا هصرفه في الانبوبه والانبوبه غاليه، والله ما بياخد سوى خالص نهائي، ما بياخدش غاز كتير. طالما سخنت الفرن بتحطيه ما بيكملش ربع بتاع ده 10 دقايق وبتلاقيه استوى من فوق ومن تحت كده زي العسل. بص يا بنات، انا هوريكم دلوقتي انا حاطه ازاي في الفرن، مشغله الشوايه من فوق ومن تحت عشان التكه دي حلوه، يخلي معاكي القرص او الفطير يطلع معاكي طري ما ينشفش معاكي. هوريكي انا حاطه ايه في على الصاجه بتاعت الفرن، ومش حطاها فوق الرف بتاع الفرن البوتاجاز عشان ما ينشفش مني. فاهمين يا بنات؟ بصي يا بنات، انا عملت جزء من غير العجوه، وهعمل الجزء التاني ده كده بالعجوه. انا العجوه دي ما عندي من ساعه عيد رمضان يا بنات، من ساعه ما كنا هنعمل الكحك والبسكويت. انا عملت كحك وبسكويت بس انا ما نزلتوش السنه دي على القناه لاني منزله كتير يعني، ما نزلتوش يعني لظروف ما يعني كده، ما نزلتوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقطع كده الجزء التاني كده اهوت زي ما انتم شايفين كده، زي ايه، زي البرتقانيه اللي هي البرتقانيه البلدي، اللي هي انت عارفين البرتقانيه البلدي اللي بتبقى يعني ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، زيها اهي كده اهوت. هقطعهم كلهم كده وبعد كده هنشكلهم بالعجوه، هوريكي ازاي يطلعوا هشين، والعجوه ما تطلعش من القرصه من بره ولا في السوا تسيح منك العجوه، ولا تبظ من القرصه او العجينه، تبقى كده طالعه حلوه وجميله في قلب القرصه كده زي اللي بيجي في بتاع الافران، واحلى كمان من بتاع الافران. بص يا بنات، انا بطتها كده بطتها خفيفه ودي جايه من على الطروف يا بنات، واسيب اللي في النص دي زي ما هي كده قبه، او زي ما هي كده سميكه كده الطروف بس اللي انا ببطها كده زي ما انتوا كده شايفين. واجي بطه ايه التاني، واجي جايبه الكوره بتاعت العجوه واجي بطها برضو التانيه كده يا بنات زي ما انتوا كده شايفين اهو كده، ابطها كده اهوت زي ما انتوا كده شايفين، واجي احطها فيها كده والمها. بصوا يا بنات ازاي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا بنات كده باخد الطرف ده على ده كده، الطرف ده كده على ده كده على ده كده، وما كفاش على وشها، لا اللي انا لفيته كده ده من فوق هبططها برده من فوق واخلي الوش المساوي من تحت، وبعد كده اجي ايه اللي من فوق دي اجي احطها في عصايه، واللي من تحت دي اللي على الطبليه تبقى من فوق، فالقرصه تطلع كده معي مسوايه وناعمه وزي العسل، ما يطلعش فيها اي حاجه خالص نهائي. بصوا يا بنات زي ما انتوا كنتوا شايفين، والعجوه مش باين منها اي حاجه لان انا ما بططش العجينه قوي. بصوا يا بنات اهي كده كافيها كده على ايه، وخلي الجنب اللي كان على الطبليه من فوق، شايفين عشان تطلع مسوايه وجميله وزي العسل كده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا كده شفتوا في اول الفيديو القرص كانت عامله ازاي، اللهم بارك. بصوا يا بنات انا ببطط الجناب مش النص، خلي بالك الجناب مش النص، والنص بسيبه زي ما هو، وبعد كده بلم الجناب كده اهوات زي ما انتوا كده شايفين كده. انت شفتي لما تكوني بتتني جلابيه الهدوم دي تكون هتتني جلابيه كده تانية اللي كنا بنقول عليها الهدوم اللي هي بالكسر دي، تتني العجينه كده كسره جنب كسره كده لحد ما تلميها كلها كده اهوت يا بنات. بصوا كده، بصوا اهو شايفين كده زي ما تكون ايه هتخيطي الجلابيه كده اهوت واحده جنب واحده كده، وتلميهم كلهم كده زي البقجه كده، وتيجي مبططاهم فيطلع بالشكل الجميل ده كده، والعجوه تبقى مستخبيه في قلب العجينه من جوه زي بتاع الافران كده، واحلى من بتاع الافران، مش العجوه مش طالعه من بره ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. يمكن الشرح بتاع بصوا يا بنات انا قربت لكم شويه، بصوا اهي شايفين اهو زي ما انتوا كده شايفين الطروف كده بس اهو. بصوا هبطط اللي هي الكوره بتاعت العجوه كده اهي، شايفين لو لزقت منك بالطبليه كده اهوتي على بالسكينه او باي حاجه لو ما عندكيش البتاع دي اللي انا بقطع بيها، والله ناسيه اسمها ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهو كده. بصوا يا بنات كده اهو، بصوا اهي شايفين ببططها كده اهو، شايفين العجوه من جوه ازاي زي ما تكوني محطتلهاش عجوه نهائي. بصي اهو الجنب ده اللي من تحت اللي هو ده كده على الطبليه ده كده هحطه كده من فوق، شوفوا اهو كده شايفين اهي زي ما انتوا كده ايه شايفين. وحته العجوه دي منثوره من على الطبليه لما حطيت
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العجوه الطبليه ده شكل ده كده كمان تاني. هجيب المقص كده واقصقصه كده الشكل ده كده تاني. بصوا يا بنات اهو، ده كمان ده شكل تالت كده. احنا عملناهم ايه، شكلناهم 3 اشكال. واجي لو عامله لفه دي كده واجي لفه دي كده اهو. بصوا يا بنات، واحطها على الصينيه وبططهم بقى. شايفين اهو، اللي عاوزه على حبه بطاطين عايزه اسيبهم زي ما هم كده سيبيهم، بس انا بصراحه حطيتهم وبططتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اهو يا بنات بصوا زي ما انتوا دوكوا ايه شايفين. بس لو وصلنا لحد هنا يا بنات ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه وكومنت كده حلو، وتفرحونا وتقولوا لي عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش، وتقولوا لي الفيديو انزله لكم في اي وقت يسمح لكم انكم انتوا تتفرجوا عليه كده وتتفاعلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. ويشرفني ان اللي يتفرج على الفيديو يكون مش مشترك عندي، يشرفني يتفرج على القناه بتاعتي ويشترك عندي في القناه عشان يوصلوا كل فيديوهات، كل ما انزل فيديو جديد يوصله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. زي ما انتم كده شايفين يا بنات اهو. بصوا تحفه والله. والعجوه كده طريه جواها كده حاجه زي العسل. وعلى فكره يا بنات العجوه دي انا جايبه البلح اللي هو البلح العجوه ده كده وغسلاه طبعا ومفصصاه وفرماه عندي في الكبه او في المفرمه او كده ينفع. ممكن تحطيها على النار كده وعادي، وعاملاه كرات كده وشايلاه في الفريزر. وكل ما يعمل قرص او منين او كعب الغزال زي ما بتسموه يعني بطلع منه واشتغل على طول. بسم الله ما شاء الله. زي ما كده شايفين حاجه حلوه خالص اهو. بصوا يا بنات اهو كده قصيتها وبلفها كده زي ما كده شايفين. بسم الله ما شاء الله. الاشكال دي بتعجب الاولاد قوي 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 ما شاء الله. وبعدين العجوه فيها غذاء، فيها قيمه غذائيه للاولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. زي ما انتوا كده شايفين. بصي دي شكلتها ازاي اهو كده. بصي يا بنات اهو. اللهم بارك. حاجه تحفه ما شاء الله، حاجه زي العسل. زي ما انتوا كده شايفين. يعني كيلو الا ربع من الدقيق بيرمي كميه مهوله من القرص او الفطائر اللي احنا عاملينها زي ما بتسميها كده. حاجه كده زي العسل. قمر كده ما شاء الله. بنتي شطت وقالت انا عايزه اعمل واحده، قلت لها خدي اعملي. من البنات بتتعلم وانت كده قاعده تعملي في الحاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدوا الاجازه طبعا، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. خدوا طبعا البنات الاجازه، ولازم نعلمهم شغل البيت كده. يستغلوا نستغل الاجازه كده ويتعلموا. ولازم تقدمي البنت بصي طلعت تنصح من مامتها. شايفين بدل ما بتعمل بالمقص بتعمل بالسكراب اهو كده. بصوا اهو شايفين اهو. زي ما انتوا كده شايفينها بتقطع فيها. بتقول لي اعملها ازاي يا ماما تاني، فوريتها قلت لها كده. زي ما انتوا كده شايفين اهو. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. هتعملها زي ما انا عملتها كده. طلع كده عملنا كده 3 اشكال جمال جدا جدا ما شاء الله. حاجه كده تحفه زي ما كده شايفين. اللهم بارك. عملنا الشكل ده كده. بصوا شكله تحفه زي ما كده شايفين. حاجه كده زي العسل. وعملنا القرص دي زي ما انتوا كده شايفين، وعملناها بالسكراب وكده. بعد كده خرمناها بالشوكه ادت شكل كده جميل جدا جدا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم بارك. حاجه كده يعني جميله جدا. والاولاد فرحوا بالحاجه دي يعني. وبحطهم في الفريزر، او لو يعني مثلا اسرتك الكبيره هتستخدمها على طول حطهم في كيس بلاستيك وتربطي عليهم كده يفضلوا طري زي ما هم، وتستخدمي يعني تاكلوا منهم بألف هنا وشفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. دلوقتي انا كده مشغله الفرن قبلها كده يجي ب10 دقايق كده. اذا هحطهم كده الصواني مش هتاخد 10 دقايق كده وهيستوي على طول، لان انا هوريكم شغاله الشوايه مشغله الفرن من فوق ومن تحت، فهياخدوا لونه من فوق ومن تحت على طول. بصي يا بنات انا حاطه صفارة بيض زي ما انتوا شايفين، وعليها معلقتين من اللبن وهتينهم. لو مش حابه تحطي صفار بيض ممكن تتينيهم باللبن كده، ولو مش حابه خالص ممكن تتينيهم سمنه
نقطتين الوش كده سمنه او زيت وتحطهم في الفرن زي ما تحبي. كده ينفع وكده ينفع. بسم الله ما شاء الله. بس بصراحه يعني بما يرضي الله الصفار البيض مع اللبن بيدي شكل جميل جدا جدا للمخبوزات، زي ما انت كده بتشوفيه على اليوتيوب بيدي كده الشكل اللي هو الجميل الاحمر الحلو ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس برضو ما بنحطش على طول صفار البيض، احيانا بنحطه احيانا لا. لو متواجد بنحطه، مش متواجد بنخبز المخبوزات كده وبتطلع برضو زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحط لهم 4 معالق سكر عشان يبقى طعمهم كده مسكر وحلو، اللي حابب ياكل من غير لبن ولا شاي او اي حاجه. بصي يا بنات، الفطائر دي الساده ممكن تتاكل بجبنه، تاكلها بجبنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بالله عليكم لو وصلتوا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. بصي يا بنات، انا حطاهم في على الصاجه تحت الفرن، لا مش حطاهم يعني على الارضيه تحت الفرن عشان ما يتلسعوش مني. جايبه صاج وحطاهم عليها. والسلام عليكم.